سامح كان بيحب أخته منة وبيخاف عليها جدا، خصوصا إنها أصغر منه ب7 سنين. كانت منى كل يوم بتروح درسها وترجع قبل الساعة 10 بالليل، لكن الفترة الأخيرة الموضوع بدأ يتغير. في مرة رجعت الساعة 12 بالليل وقالت له إنها كانت مع صاحبتها بتذاكر. سامح صدقها وسكت. المرة اللي بعدها رجعت الساعة 11:30 بنفس الحجة، كنت مع صاحبتي. لكن سامح لاحظ إن موبايلها أحياناً بيكون مقفول وهي بره، وكمان لبسها بدأ يتغير عن المعتاد وبتصرف فلوس أكتر من زمان. في اليوم اللي خلاه يشك بجد، منى قالت له إنها رايحة الدرس كالعادة، لكنه شافها من بعيد وهي ماشية في شارع مخالف لطريق الدرس. قلبه بدأ يدق بسرعة وقرر يمشي وراها. من غير ما تحس مشيت حوالي 20 دقيقة لحد ما وصلت عمارة هادية في حي جانبي. طلعت السلالم بسرعة وهو لحقها خطوة بخطوة. وقف على باب شقة وكان في الداخل واحد مع أخته بيعمل لها حاجة. اعمل لايك واشتراك علشان تشوف الجزء التاني، واكتبوا لنا في التعليقات مين مستني يعرف ايه اللي هيحصل بعد كده.